نتكلم عن الاستاذ صابر. الاستاذ صابر ده انا معرفتي بيه بقاله 15 سنه، والحمد لله رحت بيته ورحت عندهم، وانا من عشاق بلطيم والبرولوس ودايما على طول عندهم يعني، فانا عارف عنه كل شيء يعني. والحمد لله بفضل الله يعني صراحه يعني هو ما كانش عنده اي شيء يعني. كان لما بيجي يستشير دايما على طول بيقول انا عاوز اعمل 1 2 3. فالحمد لله كنا بنقدم له كل الدعم وكل اي حاجه عاوز يخلصها بنخلصها له، وهو يستحق ذلك يعني. ثانيا لما جت الدكتوره ايمان مسكت الاداره المركزيه، فانا صراحه قلت لها عندنا شاب ماشي عامل 7 مجلدات. مجرد ما قلت لها ما اتولدش دقيقه واحده ماشي ان قالت انا عاوز هاتهولي اتعرف بيه، فجبته لها على طول واتعرفت بيه. ماشي حاضر يا دكتوره اماني والله حاضر حاضر حاضر. استاذ بشير دكتور ايمان بمناسبه الكاتب والبحث الاقتصادي الشمولي، الراجل ده حصل مشروع التخرج في جامعه اسكندريه بتاعه فيلم مشروع التخرج بعنوان ارض البراليزم. اعلان ارض البراليزم كان المركز الاول على مستوى الجامعات في مشروع التخرج بتاعه ارض البراليزم. المخرج اسلام الجلال لو تم برضه تبنيه طالما ان حضرتك بهذا الكم الجميل والرائع من تبني المواهب، احنا عملنا حاجه كويسه في صالح الثقافه المصريه والتقسيم التاريخي لها. مخرج اسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على فكره من ضمن الصدف برضه ان الدكتور محمد عفيفي من 2008 وكان بيحكم لك يا استاذ صابر في العمل بتاعك، في الاعمال بتاعك. يعني ده سر بقى. لا سر بقى انا اقوله، لان هم كانوا لا مش بنتكلم في اللجنه، ولكن كان في سؤال بيطرح كان بيقولوا دايما على طول انه العمل ده عاوز مؤسسه تعمله. فلك كل الشكر على المجهود اللي انت بتعمله، لان هو كان يجوب مصر كلها من شمالها لجنوبها. كل ما نقول له على حاجه صراحه كان بيروح وبيصرف كل حاجه من جيبه الخاص، ماشي في كل شيء، بيعمل بحث ميداني في كل مكان كان بنقول له عليه. فطبعا نقول له الف مبروك، وده اقل تقدير بالنسبه لك ماشي. والدكتوره ايمان صراحه مش بخيله عليك باي شيء، عملت كل ما في وسعها وازيد، وان شاء الله وبعد اذنها فانا قلت له ان هو هينسق لنا مع قصر ثقافه بلطيم هناك، هنعمل له الندوه هناك طالما عشان تبقى العزومه جماعيه يا جماعه. يا فندم انا عارف، لان انا قلت لك انا رحت عندهم البيت ماشي، وعارف الكرم بتاعهم قد ايه. فنعمل له الندوه دي في بلطيم بس بالتنسيق ان شاء الله. والدكتوره اماني طبعا ليها كل الفضل والشكر، كل الشكر للزملاء والحاضرين، والشكر للسياده المستشار محمد، والشكر للاستاذ صلاح عبد الخالق اللي بيتعب معانا في المطبوعات يعني، ولكم كل الشكر.